بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو يا حبايب قلبي، حطوا لايك. النهارده هعمل معاكم كشر الفول الأخضر. أول حاجة هنحط يا حبايب قلبي شوية زيت، وما نكترش زيت، الزيت غالي. والفول اهو يا حبايب قلبي، اللي فول اخضر بس متفرز، ببقى جبنه في اخر قبل ما يخلص، وبنفصصه وبعينه بحطه في اكياس وبفرزه في الفريز، بيقعد معايا لما الفول يطلع في اخر السنه تاني. ده اسمه كشري فول اخضر يا حبايب قلبي. اما الزيت بسخن هشوح الفول شويه وبعد كده هحط على البصله بتاعته. وزي ما قلت لكم ما تكتروش زيت، الزيت غالي. اشتركوا في القناه يا حبايب قلبي. لما الزيت يسخن هنحط الفول يتشوح شويه، بعد كده هنحط البصل على تتشوح شويه، وبعد كده هنحط على البهارات والطماطم. لما يتسبك شويه واستوى بنقوم ضايفين الرز والشبت. في ناس يا حبايبي بيعملوه من غير طماطم، بس احنا بنحبه بالطماطم. اشتركوا في القناه يا حبايب قلبي عشان نكبر بكم باذن الله. لازم نمشي البيت، ما هوش كل يوم فراخ ولحمه يا حبايب قلبي. اعملوا بالموجود في البيت، لان زي ما قلت لكم الحاجه غاليه، على قد ما نقدر نوفر شويه. يعني مره سمك في الاسبوع، مرتين، مره فراخ او لحمه ونحمد ربنا يا حبايب قلبي. بعد ما بطلعه من الفريزر يا حبايبي بغسل، وهعمل جنبه النهارده ودي يا حبايب قلبي وحته مخلل، ونحمد ربنا الحمد لله. ده زي ما قلت لكم يا حبايبي فول متفرز، عشان ما حدش يقول ما هوش اخضر، ده متفرز. لو فول بقى اخضر وجاي طازه بيبقى جميل، احلى من ده كمان. بس ده حلو ما هوش وحش، بس لما يكون جاي طازه بيبقى احلى كمان. حطوا لايك يا حبايب قلبي. متنسوش يا حبايب قلبي تدعوا لماما سعيدة بالرحمة، ربنا يرحمها يا رب. كانت من الناس المحترمة اللي على اليوتيوب، هي وبناتها، ربنا يرحمها يا رب ويرحمها. نحط البصلة تتشوح معاه بقى يا حبايبي. محدش يقول لي البصل كتير يا حبايبي، احنا بنحب البصل كتير، والكشري الفول بيحب البصل برضه.
لما يكون البصل فيه كتير بيبقى حلو، والبصل الاحمر ده بيبقى مسكر في الاكل عن الابيض. هنحط عليه البهارات بقى يا حبايب قلبي. كمون، بحط كمون وفلفل اسمر وبهارات فراخ او لحم المتاح عندي، وبابريكا وملح. بس انا البابريكا خلصت من عندي يا حبايبي، فاكتفي بالفلفل الاسمر والكمون وبهارات الفراخ والملح. ودي الطماطم يا حبايب قلبي انا بحب اعصرها عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليا. وده قرن شطه بس بارد مش حامي يا حبايبي، بخرطه معاه كده. لو انتوا بتحبوا الحامي هيبقى طعمه حلو، بس انا عندي جزء بيحب الحامي وجزء لا، فبعمل انا بارد وخلاص. دي القط بتاع ولادي يا حبايبي لازم يطلع كل فيديو كده، لو ما بصورش ما بيعيطش كده، اما باجي اصور لازم صوته يطلع معايا. كده هنضيف الطماطم يا حبايب قلبي. هسيبه بقى يا حبايبي يتسبك، وما اجي اضيف الرز والخضره بتاع الكشري اللي هي شبت بقدونس كزبره هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايب قلبي. كده الفول اتسبك اهو. احط بقى الخضره اللي هي خضره المحشي يا حبايبي، وده توم اخضر متخرط يا حبايبي ومتفرط، بيبقى حلو برضه. لو ما عندكش بتحط توم اللي هو بتاعنا، بس ده التوم كانت خضرة وكان ورد مفرزة جايباها مني، ربنا يديله الصحة يا رب. معلش يا حبايبي متلج بس. الخضرة ما تطلعهاش من الفريزر وتسيبها بره لانها بتسود، تطلعها متلجة وتحطها بتفك على طول. كده هنضيف الرز يا حبايبي. هنقلبه يا حبايبي بقى، لازم تقلبيه في الفوق. احنا ما بنحبش طماطم كتير يا حبايبي، في ناس بتعمله من غير طماطم خالص بيبقى حلو برضه، وفي ناس بتحط عليه صلصة فلافل اللي هي الفلافلة الحمرا.
بس انا ما عنديش، ببقى فرزها برضك بتبقى جميل. كده هنسيبه بقى يتشرب ميته، وما يتشرب ميته اوطي عليه وما يتلدن يا حبايب قلبي، هرجع معاكم تاني. وتروحوا في اي حته واشتركوا في القناه يا حبايب قلبي. ورجعت معاكم يا حبايب قلبي، كده الكشري اتلدن اهو. يا ريت معايا يا حبايبي وتشموا الريحه واروقكم منه. كده اتلدن يا حبايب قلبي. وهعمل جنبه زي ما قلت لكم النهارده بيض وحته مخلل، وكده فضل ونعمه من ربنا. ما تنسوش الاشتراك يا حبايب قلبي، وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي تعليق حلو، وحطوا لايك يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.